وصحبتي كنتم معينا طيبا، كنتم بظني صفوة الصحبات، كنتم بظني صفوة الصحبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معادنا مع حلقة تمس القلب قوي. كل واحد فينا بيحس بالمشاعر دي مهما كان موقفه من الدنيا أو مهما كان موقفه الإيماني، ولكن بيتعرض لفتنة ما من الفتن إن الدنيا بتغريه أو بيزعل عليها. عايزة أقول لكم قدر الدنيا في قلبك بيظهر من ردود أفعالك، وهو اللي بيحدد مشاعرك تجاه أي موقف بتعيشيه في الحياة. يلا بينا نفهم معنى الكلام ده ونتحاور كده مع بعض من خلال حلقة النهاردة. ما تنسيش تدعميني بلايك كعادتك دايما، وتشتركي في القناة لو أول مرة تزورينا. بصوا حبايبي، في ناس لو حاجة بسيطة قوي ضاعت منهم، أو كلمة اتقالت في حقهم، أو موقف صغير حصل لهم، أو حاجة فقدوها، أو حاجة مش طالوها، أو أمنية مش حققوها، الدنيا بتتقلب جواهم، والهم فعلا بيغطي على مشاعرهم وعلى تصرفاتهم، وبيأثر على العبادة وبيأثر على الأذكار وعلى ذكر الله، لأن الهم وقتها بيسيطر عليكي وبقعدك مكانك. ليه كل ده؟ لأن الدنيا واخدة مساحة أكبر من حجمها الحقيقي في قلوبنا. بص يا بنات، احنا عارفين من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يعني اللي قلبه حبايبي متعلق بالدنيا دايما هتلاقيه بيعيش متوتر قلقان على طول، حتى لو كان عنده كل حاجة. شوفوا حطي يعني كام خط تحت حتى لو كان عنده كل حاجة، لأن في ناس فعلا بتبقى حالتها أصعب وأصعب، إن هم كمان رزقهم ضيق في الدنيا بسبب الأقدار، إن هو قدر الشخص ده إن هو يعيش في مستوى معين. فلأن الدنيا مش واخدة حقها الصح أو مكانها الصحيح في قلبه، بيعيش حالة سيئة جدا نفسية وعصبية، ومش راضي وساخط ومش قادر يعيش حتى باللي في ايديه. في ناس تانية ممكن الدنيا تتقلب حواليهم، بس مع ذلك تلاقيهم ثابتين من جواهم، عقلهم هادي، ابتسامتهم موجودة رغم الظروف. ليه؟ لأنهم فعلا شايفين الدنيا على حقيقتها، إن هي رحلة قصيرة، ممر، مش مستقر، مش غاية ولا محطة أخيرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني طول ما احنا عارفين ان الدنيا دي متاع ودنيا غرور زي ما احنا بنقول، هنحس ان احنا واقفين في مكاننا الصح ومشاعرنا ثابتة، والدنيا مش بتحزننا الحزن اللي هو خلينا مش شايفين الحلو. يعني لما نفقد شيء او حاجة وحشة حصلت لنا، او موقف معين كنا نفسنا فيه ومش طولناه والحاجات دي كلها، هتلاقينا واقفين ثابتين لان احنا شايفين الدنيا صح. بصوا يا بنات، في موقف برضو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لقاه نايم على حصير. الحصير يعني أثر في جنبه، فدمعت عيناه وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه من النعيم وأنت رسول الله. يعني هم عايشين في نعيم وأنت رسول الله في الوضع ده. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني انت فاهمة، العاقل والذكي والفطين وأولو الألباب عارفين ان هي مش مستقر، وان هي ممر، والآخرة هي فعلا الدار الحق، ودي كله مهما طالت قصرت. تعالوا بقى حبايبي نتكلم تاني بعقلانية ونخاطب أنفسنا من جوه. اسألي نفسك دايما، أو اسألي نفسك دلوقتي وانت بتسمعيني: أنا متعلقة بالدنيا قد إيه؟ وجاوبي على نفسك. هل خسارة حاجة من الدنيا فعلا يعني تكسرني أو كسرتني، وليه؟ ولا قلبي بقى بدل ما يكون مليان الدنيا، هل قلبي بدل اللي هو التعلق بالدنيا أو بالخسارة أو بالكسر أو الحاجات اللي بتحصل جوه الواحد بسبب فوات أمور دنيوية، ما تعلق بدالي برضا الله؟ عارفة إن كل حاجة هنا مؤقتة. حطي المعاني دي جواكي، هتلاقي مهما صعبت مصيبتك والله مهما كانت هتقولي هتهون عليكي جدا جدا.
وهتقولي ان الاخرة هي اللي تستاهل التعلق ده، مش الدنيا هي اللي تستاهل كل التعلق ده. خلي زي ما بنقول دايما يا بنات بالمعنى الدارج، خلي الدنيا في ايديكي مش في قلبك، خليها وسيلة مش هدف. ساعتها حرفيا مشاعرك هتكون اهدى، ردود افعالك هتكون ارقى، حياتك هتكون اعمق واخف في نفس الوقت، مش هتكون تقيلة على قلبي. عارفة الناس اللي يا بنات اللي بنقعد نقول مش فارقة معاهم، ايه ده يا نهار ابيض، ده شوفوا حصل لها ايه، ده انا لو مكانها كنت دخلت عناية مركزة على اللي هو حصل لها ده انت لو مكانك في الموقف الفلاني انا ما شاء الله عليكي على صبرك، انا ما اقدرش. ليه؟ لان هي الدنيا واخده حجمها الطبيعي قوي في قلبها. الله عز وجل يا بناتي بيقول في كتابه العزيز ايه؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. خففي من حجم الدنيا جواكي علشان تكبر جواكي الراحة النفسية والرضا والسكينة اللي هما سر الحياة السعيدة الحقيقية، اللي مهما نقصت عندك كل مقومات الدنيا بس عندك المعاني دي وحجم الدنيا واخد جواكي المعنى الصح، هتعيشي أسعد من حد معاه مال قارون نفسه. حبايبي مش هفوت ان انا بتكلم عن الدنيا ومربطش بين يعني حياتنا اللي احنا عايشينها الايام دي وارتباط السوشيال ميديا ببيت كل حد فينا بما فيها بقى الصور، من صور بقى مليانة بهرجة ورفاهية وحياة شكلها مثالي حتى ولو كان في الكواليس مش مثالية. كل ده بيأثر على النفسيات، بيوت فخمة، أكل ممكن يبقى مش موجود في بيتك، ماركات، كل ده للاستعراض للشو وللمشاهدات والكلام اللي احنا عارفينه ده. بس من غير ما تحسي أحيانا نفسك الضعيفة بتلاقي بتقارني، بتقولي يا ريت عندي زيهم، هو انا ليه، او سؤال هو انا ليه مش زي الناس دي، هم بيعملوا عشان يوصلوا كده وانا مش لاقيه في بيتي ومش قادره اعيش. المشهد ده حبايبي حصل على فكره من آلاف السنين. يعني اللي احنا ركزوا معايا في النقطه دي حبيباتي، والنقطه دي بالذات لو بتسمعوني فيها ناقشوني فيها من خلال التعليقات. عارفين ان اللي بنشوفه في السوشيال ميديا والناس اللي بتتفرج من التليفونات وتقعد تقارن ونفسيتها تتعب حصل قبل كده؟ حصل امتى؟ حصل يا بنات الله عز وجل لما حكى لنا في القرآن عن قارون لما خرج على قومه في زينته، قالوا بقى الناس بقى اللي قلبها متعلقة بالدنيا بقى، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا ام علياء، ده كلام الايه دي بنات في سوره القصص. نفس الجمله دي احنا ممكن نقولها دلوقتي على فكره واحنا بنتفرج على فيديوهات وحياه ناس تانية وناس وصلوا وناس كانوا جايين من تحت وطلعوا فوق والحاجات دي. يا ريت عندي زي ده او يا ريت اعيش الحياه دي. لكن القرآن بقى كمل يا بنات الايه وفرق بين الفريقين، اللي عايزين الدنيا واللي فاهمين الدنيا على حقيقتها. بص بقى بقية الآية ايه؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يعني انتوا بتبصوا لحته الدنيا زايله، انتوا فرحانين ويا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. لا، الذين اوتوا العلم اللي شايفين الدنيا صح قالوا لك ايه؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. اللي عنده علم وبصيره بيبص للآخرة وبيشوف الدنيا على معناها الحقيقي، مش بيبص للمعاني المزيف وللحاجات اللي زايلة، مش مزيفة وبس، ده كمان هي زائلة مهما طالت. طب النتيجة كانت ايه بقى؟ ما تيجوا نكمل كده على قصة قارون. ربنا خسف بقارون وبيته الأرض فخسفنا به وبداره الأرض، عشان يعلمنا حبايبي من خلال القرآن الكريم ان الدنيا مهما لمعت وزينت نهايتها زائلة، وربنا قادر يغيرها في لحظة، والله في لحظة. ليه؟ هي اصلا يعني يا بنات الدنيا لو كانت تساوي يعني عند الله شيء او كده ما سقى كافر منها شربة ماء. لو الدنيا دي حاجة ما سقى الله عز وجل كافر منها شربة ماء، لو هي ليها قدر الدنيا، لكن هي
ليس لها قدر ولا مكان. فالموضوع مش انك تشوفي الصور او فيديوهات او تتفرجي وتتحسري، لكن تشوفيها وتتفكري، ودايما حطي قدامك قول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. الله يا بنات على المعنى، ورزق ربك خير وابقى. خلي قلبك دايما شايف الباطن مش الظاهر. شوفي اللمعان ده او الحاجات البهرجه بتاعه الدنيا والفتن دي زي ما بمعناها الاوضح انها اختبار مش غايه، ربنا بيختبرك. ودايما لما تشوفي الدنيا قوي هتاخد مكان عندك، قولي لبيك ان العيش عيش الاخره، علشان تفضلي راضيه وسعيده ومشاعرك ثابته وهاديه ومرتاحه وراضيه مهما شفتي من حواليكي من بهرجه في الدنيا. فحبايبي اهم حاجه عايزه اوصلها لك من خلال الحلقه دي ان انت تبقي ثابته، ما تفرحيش قوي للدنيا ولا تزعلي قوي على حاجه فاتتك من الدنيا، لانها في الاخر لازم تعرفي مهما كان فيها من نعيم هو زائل، ومهما كان فيها من عذاب او من مشاق برضو هو هيروح، بس هيبقى الأجر والثواب. اللي قلبه متعلق بالدنيا بيتأثر بسرعة، بيزعل بسرعة، نفسيته بتكونش هادية. لكن طول ما انت قلبك متحرر من تعلقك بالدنيا بتكوني أهدى وأقوى فعلا. ودايما لما تسألي نفسك أنا ليه لما بيحصل لي أي مشكلة أو أي حاجة حياتي بتتقلب، أنا ما بكونش هادية، أنا بزعل من أقل حاجة. عارفة الناس اللي يقولك إيه، أنا أقل حاجة بتجيبني تحت وأقل حاجة بتطلعني فوق. هو ده التعلق المبالغ فيه بالدنيا، بيخلي ردود أفعالنا متوترة، حزينة، مبالغ فيها، دايما غضب، عصبية. بس اللي شايف الدنيا فعلا حبايبي مجرد وسيلة، حرفيا بيكون أكتر رضا وراحة وطمأنينة وسلام نفسي. اتمنى ان انا ما كنتش طولت عليكم في الحلقه دي، حلقه بسيطه كده فتحت قلبي ليكم فيها. ما تنسيش تدعميني بلايك واشتركي في القناه لو اول مره تزوريني، واقترحي عليا في التعليقات عايزين نتكلم في ايه في الحلقه الجايه. دمتم في امان الله حبيباتي ومحباتي. ما تنسيش الصلاه على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا